والله حتى هذا الخبر من أجمل الأخبار على إبراهيم دياز. حسب ESPN اللي قالوا أن ريال مدريد جددوا لإبراهيم دياز بعقد طويل الأمد، وحسب نفس المصدر قالوا أن مكالمة واحدة من المدرب تشابي ألونسو اللي من خلالها شرح له الدور ديالو المنتظر والخطط المستقبلية والثقة الكبيرة اللي عنده في إمكانياته كانت حاسمة، وخرج منها إبراهيم راضي ومقتنع. وما نساوش أيضا باللي إبراهيم كانوا عنده عروض قوية على الطاولة بحال أرسنال ونيوكاسل ويوفنتوس وآخرهم باريس سان جيرمان بحسب نفس المصدر. كنتمنوا كل التوفيق لأسدنا إبراهيم دياز مع ريال مدريد ويكون جاهز لكأس إفريقيا إن شاء الله، ونبقاو في ريال مدريد ولكن هذه المرة مع رشاد فتال لاعب ريال مدريد كاستيا اللي بحسب صحيفة ماركا كيقولوا أنه كيواجه قرار مصيري قبل كأس العالم تحت 20 عام في تشيلي. رشاد اللي انتقل هذا الموسم من ألميريا وسجل 5 الأهداف تم إدراجه في القائمة المبدئية ديال المغرب وإسبانيا، وكل شيء كيتسناوه باش يعرفوا المنتخب اللي غيمثلو. رشاد فايت ليه لعب مع المنتخب المغربي تحت 20 عام، لعب 7 الماتشات وسجل 2 البيوت، ولعب أيضا مع إسبانيا تحت 18 عام وسجل هدف في المباراة اللي كانت ضد إيطاليا. كنتمنوا كل التوفيق لرشاد فتال وإن شاء الله يدير اختيار موفق. وفي واحد الخبر مفاجئ هو نهاية مسلسل نائل العيناوي اللي بحسب الصحفي حنيف بن بركان كيقول أن العيناوي تواصل مع المدرب وليد الركراكي وأعلن باللي الاختيار ديالو هو تمثيل المغرب بشكل واضح، وغيكون في اللائحة النهائية ديال المنتخب الوطني المقبلة لمواجهة النيجر وزامبيا في شهر 9 إن شاء الله. وأيضا بشكل رسمي الجامعة الملكية المغربية كتعلن أن أول لقاء على ملعب مولاي عبد الله غيكون هو ماتش المغرب ضد النيجر نهار 5 شتنبر. كنتمنوا كل التوفيق لنائل العيناوي والمنتخبنا الوطني في قادم الاستحقاقات ونكونوا واجدين الكأس إفريقيا إن شاء الله. وفي خبر آخر وكما قلنا لكم في الفيديوهات السابقة رسميا أمين عدلي كيولي أول مغربي كيلعب لنادي بورنموث الإنجليزي، وقال أمين أنه فخور باش يلعب لنادي بحال هذا وعارف باللي هذا هو المكان المثالي ليه وكيتمنى يحقق نجاحات معاهم. أمين عدلي اللي لعب مع ليفركوزن 142 ماتش وساهم ب 47 مساهمة، كنتمنوا لأمين كل التوفيق والتألق في المسار الجديد من حياته ويجيب لنا العز إن شاء الله. وفي خبر آخر على بلال الخنوس اللي بحسب الصحفي الموثوق ساشا طافوليري اللي قال أنه المفاوضات ما زال جارية بين ليستر سيتي وكريستال بالاس خصوص النجم المغربي رغم دخول كريستال بالاس في مفاوضات مع الإسباني ييريمي بينو، وكيأمنوا باش يحسموا الصفقة بلال في أقرب وقت. إلى تحسمت الصفقة فبلال هيكون ثالث مغربي كيلعب الكريستال بالاس بعد مروان الشماخ وشادي رياض اللي بحسب آخر الأخبار هو باقي مصاب وكاين احتمالية كبيرة أنه غيكون غاهب على كأس إفريقيا القادمة. كل التوفيق لبلال الخنوس في الخطوة القادمة في مسيرته وبالشفاء العاجل لشادي رياض ويرجع أقوى إن شاء الله. وفي آخر خبر لليوم غيكون على عبد الحميد الصابري اللي لعب 18 دقيقة في الماتش اللي ربحته فيورنتينا ضمن دوري المؤتمرات الأوروبية، أما أمير ريشاردسون فما لعب حتى دقيقة، وعلى حسب الأخبار اللي قلت لكم البارح فراه فيورنتينا قالوا أنه خارج الخطط ديالهم لهذا الموسم وبنسبة كبيرة هو خارج أسوار النادي. كل التوفيق لعبد الحميد الصابري وأمير ريشاردسون في المسيرة ديالهم إن شاء الله. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش ديروا لايك سبسكرايب وشي تعليق زوين بحالكم. شكرا بزاف على المتابعة ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.